السلام عليكم، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في بودكاست اعادة نظر. في البودكاست ده هحاول المس الروح او هحاول المس الجانب النفسي. هحاول نناقش مواضيع احنا بنعمل لها سكيب وبنتخطاها، ومفكرين ان احنا لما نعمل كده الالم هيروح، او ان احنا كده بنعالج نفسنا. ما نعرفش اننا كده بنضر نفسنا وبنتعب نفسنا اكتر، وكده المشكلة مع الوقت بتزيد مش بتقل. النهاردة هناقش معاكم موضوع بجد غاية في الأهمية، كلنا بنمر بيه، وفي مننا دلوقتي اللي بيسمع الفيديو هو يعني بيمر بالمشكلة بس هو مش حاسس، او هو حاسس بس مش عارف ازاي يتعامل. ايا كان، في الحلقة دي ان شاء الله هقول لكم موضوع بجد مهم جدا زي ما شفتوا من عنوان الحلقة، ودي الحلقة الاولى، وان شاء الله بجد هتستفادوا منها جدا، وممكن بجد تغير مجرى تفكيركم لو بس سمعتوا الفيديو بتركيز وحاولتوا تسمعوا الفيديو بقلبكم. فده بجد هيفرق جدا. المشكلة دي انا شخصيا مريت بيها، بس لما عرفت فين الغلط او ايه اللي كان بيحصل لي عالجتها فبقيت احسن واقوى. فدايما لازم نبقى بدراية وادراك بالمشكلة عشان نحلها، مش نعمل لها سكيب علشان بس مؤقتا نحس بشعور الرضا مؤقتا. بس ده شعور مؤقت، اما لما نعرف الوجع فين ونتوجع شوية بعدين هنرتاح، ومش هيكون شعور مؤقت بالراحة. حبيت التصوير يكون كده، استوحيت طريقة التصوير من بودكاست رحلة أنثى، وطبعا هناقش مواضيع غير خالص البودكاست ده، بس استوحيت بصراحة طريقة التصوير منه. فيلا بينا ندخل في الموضوع ونناقش المشكلة، وفي نهاية الفيديو طبعا هنعرف ايه حلها، وايه الحاجات اللي ممكن تكون بتزود المشكلة مش بتقللها من وجهة نظرنا مفكرين انها بتقللها. معظمنا معتقد ان القيمة الحقيقية في الانجاز، وان اللي بيقف شوية بس يبقى بيأثر. فطبيعي جدا ومنطقي لما نلاقي نفسنا مش بنعمل اللي علينا، او متأخرين شوية، او مش مركزين، نقعد بقى نعمل ايه؟ نجلد ذاتنا. جلد الذات ده خدعة، ما تتعلقش ابدا بصورة عن نفسك. يعني ايه؟ يعني انك تقع في حاجة تقعد بقى تجلد ذاتك وليه ومش عارف ايه. كل الجلد ده عبارة انك بتخدعي نفسك، هو ملوش علاقة بنفسك او بالصورة اللي انت عليها. ده مجرد حاجات بتأذي بيها نفسك مش اكتر. وعامة محدش علمنا او احنا مش بنسأل نفسنا احنا واقفين ليه. كل اللي بنقوله لنفسنا قوم او قومي. مع مرور الوقت اللوم ده بقى حاجة سهلة وبقى حاجة عادية، ودايما صوت جوانا شغال نقعد نلوم نفسنا وليه وكده. وده بيخلينا نشوف نفسنا بشكل غلط وقاسي شوية. وزي ما قلنا جلد الذات دي خدعة. دايما مش شايفين غير النتيجة، مش التعب اللي كان من قبلها. يعني دايما بنتعب كتير ونيجي بس ندور على النتيجة، مش بندور على التعب اللي تعبناه علشان نوصل لكده ايا كانت هي النتيجة. طيب خلاص يا حبيبة، عرفنا ان معظمنا شايفين القيمة في الانجاز وان ده غلط، وكمان اللوم وعدم معرفة المشكلة ده بيخلينا نشوف نفسنا بشكل قاسي. طيب يا حبيبة، انتي قلتي جملة من شوية وهي احنا فعلا واقفين ليه. دلوقتي هنقول لكم فعلا احنا واقفين ليه، وهنبين وهنفرق ما بين مفهومين، وكلنا او 90% مننا شايفين ان المفهومين دمت هما واحد، بس في الحقيقة هما مختلفين عن بعض تماما. فدلوقتي يلا بينا هنتكلم عن الموضوع ده، وده يعتبر ان اللي هتفهموا منه المشكلة فعلا طبعا. والسؤال اللي هيفتح لنا آفاق للتكلم عن الموضوع ده وهي احنا واقفين ليه. 90% منكم دلوقتي، وكنت انا منكم، هيقول طبعا احنا واقفين عشان احنا كسلانين، او انا كسلان مش قادر اقوم اعمل ده او كده. انا كنت منكم، فتعالوا دلوقتي اصحح لكم الفكرة عن الايه، عن الجملة دي عامة. احب اقول لكم مش كل اللي توقف كسلان، مش كل اللي فجأة جت عليه فترة توقف مش عايز يعمل حاجة، خلاص كل حاجة بالنسبة له خلاص وقفت، ده مش كسلان او مش كله كسلان. يعني في فرق شاسع بين انك مش عاوز تعمل حاجة ومن جواك اللي هو عادي مفيش تأنيب ضمير، وانك نفسك تعملها. بقى الفرق ما بين انك مش عاوز تعمل حاجة وانك نفسك تعملها بس حاسس في حاجة بتشدك لورا. طبعا اغلبنا معتقد انهم نفس الحاجة، بس احب اقولك الكسل بيبقى فيه لا مبالاة، لكن الارهاق ده بيبقى صراع، بيبقى دوشة في دماغك انك تبقى قاعد مضغوط انك مش بتنجز. وده في حد ذاته دليل، واكبر دليل انك مش كسلان،
لو كنت كسلان كنت هتبقى قاعد حتى مش بتفكر في اللي عليك، عندك لا مبالاة تجاه مثلا شغل، دراسة، مهمة، اي حاجة. الشخص المرهق بيبقى حاسس بالذنب لان شايف اللي عليه واللي عاوزه ومش قادر يوصله او يعمله. طيب يا حبيبة، انتي قلتي حاجة انسان مرهق، انتي قصدك يعني الارهاق ده اللي هو تعبان جسديا يعني او ما نمش كويس مثلا؟ لا، احب اقولك النوع ده من الارهاق هو اهدى واخطر، بنسميه ارهاق الدماغ. دماغك عقلك مرهق، انك تفكر كتير، تقلق كتير، مثلا تشيل هم حاجات مش في ايدك، مثلا تحاول تبقى تمام طول الوقت، اللي هو تضحك تهزر انا تمام يا جماعه انا كويس، بس انت اصلا في دوشه، في صراع في دماغك، في حاجات كتير بتتسائل نفسك او بتقعد تسأل نفسك عليها في دماغك، مش مع حد، كله في دماغك، وانت خارجيا بتتظاهر قدام الناس انك كويس وان كله تمام عادي. ده نوع مش بيبان للناس، ده صراع في دماغك، هو مش بيبان للناس، بس طبعا بيبان انك مثلا سرحان، بتأجل، انك دايما سرحان كده ومع نفسك، بتأجل شغل، مهمة، مذاكرة، ايا يكن. دايما بتحس انك في ابسط حاجة، يعني مثلا دايما بتحس ان ابسط حاجة تتعمل محتاجة منك مجهود كبير قوي زيادة عن اللزوم، مع ان الحاجة دي اصلا ممكن تكون بتحتاج مجهود قليل جدا، بس انت بتحس انها محتاجة مجهود مبالغ فيه. لما بتحس كل ده بتجري تشوف حاجة تحفزك تخليك تقوم. بالمناسبة عايزة اقول لكم وعايزة اربط لكم موضوع انك تجري على حاجة تحفزك دي بحاجة ممكن يعني تسهل عليكم انك تفهموا الجزء ده. دايما لما حد مننا بطنه بتوجعه او بيحس بألم بيروح ياخد مسكن وكده، طبعا المسكن ده بيخفف الألم شوية، بس بعدها بشوية الألم اصلا بيرجع تاني. ده بالظبط مفهوم الشغف. اول ما نحس ان احنا خلاص بنقع بنجري على حاجة تدينا شغف، تدينا اللي هو شوية طاقة. الشغف ده هو هيستمر، بس وليكن نقول اقصى مدة ليه يومين، يا ستي 3. بعد ال3 ايام ده هنرجع لنفس المشكلة، احنا كده ما حليناش المشكلة، احنا كده وليكن بشكل ابسط احنا سكناها لفترة ورجعت المشكلة تاني، فاحنا كده ما استفدناش حاجة، هي ما زالت المشكلة موجودة، احنا بس ريحنا دماغنا منها شوية. وده طبعا مرهق جدا، انك تعالج المشكلة ده اسهل من انك تقعد ترهق نفسك كل شوية، بانك تقعد تدي لنفسك شوية شغف وترجع تاني، ترجع تاني تنتكس تاني. في جملة بصراحة يا جماعة بحبها قوي بتقول: الجهل بالألم هيزيده ومعرفتك بيه هتعمل على تقليله. الجهل بالألم هيزيده وان معرفتك بيه هتعمل على تقليله. انك انت تكون جاهل بالألم او مش عارف اصلا الألم ده سببه ايه، ده هيفضل يزيد وانت مش عارف تعالجه لما يكون عندك مرض وانت مش عارف تاخد له علاج. اما انك تكون عارفه، ايوه انت تتألم شوية لما تعرفه كده، وهتألم وانت بتعالجه، بس هترتاح لانك عرفت فين الداء وعالجته، مش فاضل الداء ياكل فيك وفي طاقتك وفي صحتك لحد ما تنتكس وما تنجزش اي حاجة، وتفضل دايما في الدايرة المغلقة وما يسمى بدايرة الفشل، لانك انت حتى ما اعترفتش ان عندك حاجة ومحتاج تعالجها، انت دورت على اي حاجة تخدع بيها دماغك وانك تروح تاخد شوية شغف. وقلنا الشغف ده مش حل لأي مشكلة، هو بس هيسكن لك المشكلة شوية وبعدين هترجع هي المشكلة، انت ما عملتش اي حاجة، بالعكس انت ارهقت دماغك اكتر وهترجع لنفس النقطة في الاخر. فايه الحل من كده او ايه الهدف انك تروح تدي لنفسك شوية شغف وانت اصلا مش عارف المشكلة او عارفها ومش بتحلها؟ فالشغف هو بيحركك لفترة بس مش بيسألك انت مالك اصلا، هو ايوه انا بنحركك بس هي فين بقى المشكلة، هو مش بيسألك كده. عقلنا يا جماعة ده مش آلة او مش جهاز، عقلنا ده كائن بيحاول ينجينا، بيحاول ان هو ينجينا من اي حاجة، بس لما الحمل بيزيد على الدماغ بيحاول يقف. المشكلة ان احنا بنشوف التوقف ده غلط او خيانة من العقل، يعني ان احنا العقلنا ده يا جماعة جزء مننا، هو كائن بيحاول دايما ان هو ينجينا، بس لما الحمل بيزيد عليه هو بيقف. فاحنا بنعتبر ان التوقف للعقل ده هو عبارة عن خيانة، هو كده احنا اتخنا، فاهمين قصدي؟ او ان ده غلط او ما ينفعش. وطبعا المجتمع هو اللي صدر لنا الوضعية دي، ان احنا لما نقف شوية ان في كده ناس هتسبقنا وهيحصل حاجات كتير قوي، بس بالعكس احنا لما نقف هنعالج حاجات كتير وهنرجع اقوى. فاحنا بدل ما نقعد نشوف ان التوقف ده غلط،
ممكن نشوفه إن إشارة بدل ما نسمع ليها قعدنا نضغط أكتر، فبيرد دماغنا علينا طبعا بمقاومة أكتر، وكأن في صراع ما بينا، كأن أنا وعقلي قاعدين بنتعارك، قاعدين في خناقة، مع إن كان لازم يكون توافق بينا، لأن ده أنا وعقلي لازم يكون بينا توافق مش صراع. غير طبعا التعب الأساسي، فبنحط تعب تاني وهو نقعد بقى ايه نجلد ذاتنا. وطبعا يا جماعة جلد الذات ده ليه صور كتير وأشكال كتير، لو قعدنا نتكلم محتاجين حرفيا حلقة فوق الحلقة. منها مثلا بنقعد نقارن نفسنا بناس مش عايشة نفس ظروفنا، نقعد نقارن نفسنا بناس كده مش عايشة نفس ظروفنا. تعرفوا اكنكم بتقارنوا طول بعرض، انت واحد عايش حياة تانية، انت تقعد تقارن نفسك بالحياة بتاعته، وانت اصلا مش عايش نفس حياته وهو مش عايش نفس حياتك، كل واحد ليه بيئة كده محاطة بيه كده، فما تقعدش بقى تقارن نفسك بحياة حد. او مثلا نقعد نعاتب نفسنا على كل دقيقة ضايعة، نقعد نفكر كتير بطريقة غلط. جماعة العقل المرهق لما بنضغط عليه هو ما بيقاومش، هو بيقف، بدل ما نخفف عليه حرفيا بندخله في مشكلة، والمشكلة دي بتكون أعمق بكتير مما تتخيلوا. انتوا ممكن تكون شايفين الموضوع بسطحية، بس فعلا لأ، الموضوع كبير وخطير لو فضلتوا سبتوه كده. شايفين بقى كل الحاجات اللي اتكلمنا عليها دلوقتي احنا بكل سذاجة حاطينها تحت مسمى الكسل. يعني من الطبيعي ان كل الحاجات اللي قلنا عليها دي تبقى كسل؟ يعني ده الطبيعي ان كل المشاكل وكل الحاجات وكل الصراعات اللي في عقلنا والكلام ده يعني يتحط تحت مسمى كسل؟ لا طبعا، ده مش حقيقي وده غلط يعني 100%. طيب يا حبيبة، هو ده مش كسل، امال ده معناه ايه؟ ده معناه ان في حاجة محتاجة تتفهم مش تتجلد، يعني حرفيا تقعدوا تجلدوا في نفسكم بدل ما نقعد نفهمها وفي مشكلة ولازم نحلها. ساعات يا جماعة بحس ان احنا مفكرين ان جلد الذات ده يعني هو هيحل مشكلة مش هيزودها اكتر، بس طبعا هو بيزودها اكتر. احنا اتعلمنا انك لما تقف شوية انك كده انت في فشل وفي خطر، وان في ناس هتعدينا، وان اللي بيهدي طبعا هو هيتأخر كده طبعا بلا نقاش. كل الحاجات دي غلط فعلا. لما بتهدي شوية ده ساعات بيكون الطريقة اللي انت هتكمل فيها، مش راحة الهروب لكن راحة الوعي. في فرق بين انك بترتاح عشان تهرب، وانك في فرق ما بين بترتاح عشان انت واعي. اننا يا جماعة نقلل، نهدي شوية، ننبسط، نسمع لنفسنا، نبقى أقل شوية من غير ما نحس بالذنب. التهدية هنا مش نهاية الطريق، بالعكس دي إعادة ترتيب. عارفين لما تعملوا إعادة تدوير لحاجة انتوا بتفصلوا دماغكم، بدل يا جماعة نقعد نسأل نفسنا أنا ليه مش بعمل كده، مثلا نسأل نفسنا أنا مستنزف من إيه اللي اخد طاقة اكتر من الطاقة اللي عندي. السؤال يا جماعة لوحده كفيل انه يعالج المشكلة، وانه فعلا تلاقي نفسك بترد على نفسك وتقول فعلا لقيت المشكلة، او لقيت الحتة اللي قد كده اللي عملت كل الضجة دي في دماغي. المشكلة هنا انك انت ولا فاشل ولا ضعيف ولا انت حتى مش كفاية. المشكلة او مشكلتك انك ما وقفتش تسمع لنفسك قبل ما تكمل، ما وقفتش كده اخدت هدنة، عملت كوباية نسكافيه وقعدت بقى تسمع لنفسك وتقول هو في ايه ومش عارفه ايه. لا، انت فضلت مكمل ودايس ومفكر انك كده انت صح، بس بالعكس انت كنت كده بتضغط على عقلك، وعقلك كان بيقف. هو حتى اللي هو خلاص هو وقفت، قعدت تضغط عليا مفكر ان انت صح، انا وقفت. بالظبط. الحل بيبدأ انك تعرف انك محتاج تبطأ، مش تتحفز، او انك ترتب اولوياتك. لازم ترتب اولوياتك على طاقتك، على حسب الطاقة اللي عندك، الطاقة الحقيقية مش اللي انت متوقعها. وانك كمان يعني تسمح لنفسك انك تاخد هدنة من غير مثلا ما تقعد ان انت تقعد تأنب ضميرك وتعيش دور الضحية حرفيا وتقعد بقى تجلد ذاتك. لازم تدي لنفسك فرصة انك تعيش بصورة اهدى من غير ذنب ولا حتى جلد ذات. في جملة حلوة قوي للدكتور مصطفى محمود بتقول حين نفهم أنفسنا يخف الصراع.